بتقولوا الروح القدس بيعزي. رسالة وصلتني من أم مكلومة فقدت ابنها الحبيب ومش قادرة تتعزى. تعمل إيه؟ عايز الأول أكلمك على رسالة الله لشعبه، يقول عزوا عزوا شعبي. رسالة من الله تطلب منا أن احنا نعزي شعبه، ولكن الوحيد القادر على هذا الأمر هو يسوع المسيح. ولما أقرأ لك التكليفات اللي عند رب المجد يسوع تعرف هو هيعمل إيه مع الأم الغالية دي. بيقول إيه؟ روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق. أنا بصلي وأنا بكلمك إن الأم دي تقابل يسوع. شوف يسوع هيعمل إيه معاها. بيقول إيه؟ أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. زمان ويمكن دلوقتي بعض الناس وقت الأحزان الشديدة يقعدوا في الأرض ويحطوا الرماد على وشهم. قل لا، ده أنا أعطيهم جمال عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح. بعد ما قاعدين يبكوا يقوم يغسلوا وشهم كده ويحطوا دهن الفرح. معقولة؟ ويسوع بيقول كده. ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليأسة، الروح اللي بتقول مش هتشوفيه تاني ومش هتلاقيه تاني وفقدتيه للآخر وراح التربة. ربنا يعطيك رداء تسبيح وتفرح. إزاي؟ أنا عايز أحكي لك حاجة يا أمي حصلت مع حد حبيبي قوي. كنت مسافر أعزي واحد فقد زوجته، كنت أصلي من أجله طول السكة، وأنا كده شفت منظر عجيب. شفت باب شقته وواقف كمية أرواح بتتزاحم على الدخول. من ناحية روح حزن وكآبة وتنهد، 3 جايين من ناحية عايزين يخشوا، ومن ناحية تانية روح عزاء، روح فرح، روح سلام عايزين يخشوا، وهو واقف في النص. وعمال أصلي بقول له يا رب ما يقبلش أرواح الحزن بل يقبل روح العزاء. والأمر ده في اختيار الإنسان يا أمي. ليه؟ بيقول كده صوت سمع في الرامة، نحيب وبكاء وعويل، راحيل تبكي على أولادها يوسف وبنيامين ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين. يوسف مفقود وبنيامين مش موجود. طب أتعزى إزاي وأنا فقدت أغلى أولاد لي؟ بتقول أنا مش هتعزى. فأنا بقيت أصلي إن الأخ ده يريد أن يتعزى مش لا يريد. يعني أنت لما تقولي أنا مش هتعزى مش هتتعزى. عايزك دلوقتي وأنت تسمعين قولي يا رب أنا عايز أتعزى. اصرخي بقى له حس يا رب أنا عايز الروح المعزي. ليه؟ لما وصلت عند الأخ ده كان في حالة رهيبة، سايبه له أطفال وكده. قبل ما أخش قلت له أنت هتدخل مين؟ قال لي دخل مين يعني إيه؟ قلت له أنا شفت على باب شقتك الأرواح، أرواح الحزن والكآبة والتنهد وأرواح التعزية والسلام والفرح، هتدخل مين؟ سكت. قلت له إن فتحت باب الحزن ودخل هاجي أزورك بعد أسبوع هلاقيك قاعد ومربي دقنك والبيت خربان والعيال بره، مفيش أكل مفيش صلاة مفيش أي حاجة وربنا يكفينا شر الحزن ده. سكت. قلت لكم فتحت بابك لروح العزاء، هاجي أزورك بعد كده ألاقيك منظرك حلو وجاي من القداس وقاعد تاكل ولامم ولادك حواليكوا وبترنموا وتسبحوا. أنت عايز إيه؟ قال لي أنا عايز روح العزاء. قلت له بس دلوقتي صلي. قل له يا رب أنا برفض روح الحزن والكآبة والتنهد، الأرواح دي ما تخش عندي، ما تخش عندي يا رب. أنا طالب روحك المعزي، الروح المريح المفرح. أنا طالبك أنت يا رب يسوع. وقف صلى وطلب وأشكر الله. أشكر الله جدا. تحولت الكآبة إلى رجاء ورداء تسبيح عوض الروح اليائس. أشكر ربنا جدا. إلهنا قوي يا أمي، إلهنا قوي جدا. ويسوع المسيح لكونه شديد القدرة لا يفلت من أحد. اطلبي يسوع دلوقتي قول له رب توفي بعضك وعزيني ويعزيك. آمين.